إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة التي نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أجل تلكم النعم هذه المجالس العظيمة التي هي رياض الجنة، كما جاء من حديث أنس: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهو حديث حسن لغيره. هذه المجالس النافعة التي هي طريق الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هذه المجالس العظيمة التي تحفها ملائكة الرحمن، وبعض الملائكة وظيفتهم أنهم يتتبعون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيحفونه بأجنحتهم فيصعدون إلى ربهم. الحديث بطوله في الصحيحين، وفي آخره قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هنيئا والله يا طالب العلم، وأنت من حلقة إلى حلقة، ومن فنن إلى فنن، ومن خير إلى خير. كم من الحلق في اليوم تجلسه؟ كيف وأنت من الصباح الباكر
مع القرآن وتفسيره، مع القرآن وفهمه، مع القرآن والعمل به، مع السنة حفظا وفهما وتعليما، مع وسائل ذلك من طلوع الشمس بل من آخر الليل إلى وقت متأخر في الليل، لا يمنعك من ذلك إلا النوم. وربما وأنت على طعامك وأنت تحدث نفسك في مسألة أو في حديث أو في تفسير آية، فمن مثلك؟ هذه المجالس العظيمة التي فضائلها ومناقبها يطول المقام لذكرها، وأنتم معاشر طلاب العلم أفقه الناس أو من أفقه الناس وأعلمهم بفضل هذه المجالس. هذه نعمة عظيمة نتقلب فيها، حرمها ملايين البشر من المسلمين فضلا عن غيرهم. وشكر الله لأخينا عبد اللطيف، لأخينا الفاضل الداعي إلى الله عبد اللطيف، مقدمته وجهده الذي يقوم به. وشكر الله لأخينا أبي معاذ عادل باعيسى حفظه الله، الشيخ عادل، وسائر المشايخ في هذه الدار التي قامت على السنة وعلى الخير وعلى العلم. شكر الله للجميع ولطلابها ولأبنائها البررة الذين ينهلون العلم من منابعه الصافية ويحملونه كالرحيق تحمله النحل فيؤدونه إلى الأمة. وشكر الله لشيخ هذه الدار فضيلة الشيخ العالم أبي بلال الحضرمي جهده الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له بالعلاج النافع، وأن ييسر له الرجوع وهو سليما صحيحا معافى بين طلابه وأبنائه وإخوانه، ويقوم على داره. ولقد سمعنا من أخينا الشيخ علي الخميسي كلمة طيبة، ذكر ركيزتين عظيمتين من ركائز هذه الدعوة التي قامت على التوحيد والسنة وعلى نفع الناس وعلى ما يرضي الله جل وعلا. أخواني في الله، إن هذه الدعوة التي هي دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الإسلام الحق، وهي الإسلام الصحيح الصافي النقي الذي لم يدخله الدخيل ولم يشب بشيء من البدع والمحدثات ولا بشيء من الضلالات ولا بشيء من المعاصي والمخالفات. فدعوة أهل السنة والجماعة هي الإسلام الحق، الإسلام العتيق، الإسلام الصافي الذي جاء به خير البشر عليه الصلاة والسلام، الذي نزل به جبريل أمين الوحي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشرف الليالي والأيام وفي أشرف البقاع على أشرف الخلق، بل على أشرف مضغة فيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إن هذه الدعوة العظيمة قامت على الأسس الصحيحة التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار بها علماؤها منذ زمن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حماة ودعاة
ومعلمين على وفق الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المكر بهذه الدعوة ليس من الآن، بل منذ عصرها الأول، وهي يمكر بها، وهي يكاد لها، وهي تدبر لها المكائد والدسائس لإزاحتها ولقتل رؤوسها أو لصرف رؤوسها، وهم حملتها ودعاتها من العلماء ومن طلاب العلم. ونماذج ذلك كثيرة، أولا من السنة النبوية، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله. كم كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حذروا منه بسائر وبشتى أنواع الكذب والزور والأساليب، فاتهم بأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه بل قيل فيه إنه سفيه، قيل فيه إنه مجنون. احذر فتى قريش لا يسحرك. قدم ضماد مكة وهم يقولون إن محمدا مجنون. المجنون الإنسان يفر منه، المجنون سيرجمك، سيضربك، ربما يقتلك. فوصل الحال أنهم أشاعوا بين الناس أن محمدا مجنون. فمن قدم مكة قالوا: انتبه، في مكة رجل مجنون ويطوف بالبيت ويبقى في تلك الأماكن، فكن على حذر. فقدم ضماد، وكان ضماد يرقي في الجاهلية، فظن الأمر كما قيل، فاقترب منه وقال: يا محمد إني أرقي ويشفي الله على يدي ما شاء، فهل لك أن أرقيك؟ هل لك أن أرقيك لعل الله يشفيك؟ وهو يأخذ الأمر على حقيقته ويظن الأمر كما قيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر له مقدمة خطبة الحاجة، فسمع كلاما لم يسمع مثله، لم يسمع في حياته مثله، وهو على علم بشيء مما سبق. ولهذا قال: ويشفي الله على يدي ما شاء، ما قال أشفي أنا. وكان يرقي بشيء من بقايا دين إبراهيم. فلما سمع هذا الكلام ليس بكلام مجنون، بل هذا كلام لم يسمع مثله أبدا، فقال: أعد هذا الكلام. فأعاده ثلاثا. فهنا أيقن أن هذا ليس بمجنون، وأنه لا يقوله إلا نبي، وأن ما زعم أنه مجنون ويدعي أنه نبي أنه صادق. فقال: والله لقد بلغنا ناعوس البحر فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، فامدد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وما يخفى على كثير منا وضع سلل الجزور على رقبته، ولا يخفى على كثير منا أنهم سلطوا سفهاءهم في الطائف فيرمونه بالحجارة وغير ذلك من المكر والكيد بشريعة الإسلام وبخير الأنام عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد التضييق وهاجر من هاجر من الصحابة
وأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة أقض ذلك مضاجع المشركين، خرج من بين أظهرنا، نحن الآن محاصرون له، نحن مانعون له، نحن الآن لا نترك الناس يتبعونه، هذا يضربونه وهذا يقتلونه وهذا يهددونه، فأقض مضاجعهم ذلك، وعلموا أن خروجه ليس في مصلحتهم، فلهذا جعلوا 100 من الإبل، جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. وتأمل إلى هذا العرض المغري، هذه الجائزة العظيمة، 100 من الإبل، 100 ناقة. الناقة يوم ذاك كانت أفضل من سيارة اليوم، ولهذا فهم جعلوا أغلى الأثمان، أغلى الجوائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي ما كان هنالك أحسن من ذلك. 100 لمن يأتي به حيا أو ميتا. تنافس الفرسان والشباب، هذا الذي سيأتي بمحمد يعيده إلى مكة حيا أو ميتا سينال الجائزة 100 من الإبل، سيأخذ السمعة، وأن هذا هو الفارس الملهم، سيأخذ السمعة بين العرب أن الذي حصل على الجائزة هو فلان ابن فلان. وكان من أولئكم سراقة بن مالك ابن جعشم، وهذا قبل إسلامه. لما مر رجل كما جاء في البخاري، مر رجل فقال: رأيت سوادين وأني أظنهما محمد وصاحبه، أظنهما محمدا وصاحبه. ففطن سراقة فقال: لا، هذا فلان وفلان. ثم خرج إلى منزله، نهض إلى منزله، وأمر الجارية أن تحمل السرج والسيف وتأتي بها من وراء الجبل، وأخذ فرسه وكأنه يخرج به للمرعى. فلما التقى مع جاريته ركب فرسه وأسرجه، ثم انطلق مسرعا يريد الجائزة، يريد الفوز. اليوم بعض الناس في لعبة محرمة، الكرة، في قرية من القرى، إذا أدخلها بين خشبتين ملأوا الدنيا صراخا، وفاز فلان والفريق الفلاني. هذا سيأخذ 100 من الإبل، سيأخذ الجائزة على العرب، ستسمع العرب كيف يتنافسون في ذلك. فلما اقترب في أرض صلبة ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى إنه طلع الغبار، ثم ينزل سراقة ويأخذ تلك الأزلام ويستقسم بها، ويطلع الذي يكره 2 أو 3، ثم أيقن بعدها أن الأمر من عند الله، فقال: أظنكما دعوتما علي فاتركاني ولا أضركما بعده. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الزاد والراحلة، عرض عليهم الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حاجة لي بذلك، ولكن كف عنا الطلب. هذا الذي لحقهما رجع بعد ذلك من لقيه من المشركين يقول: قد كفيتكم ما هنا، فيظن الظان أنه قد بلغ في هذه الطريق إلى نهايتها فلم يجد شيئا، وهو قال أبو بكر: ووفى لنا. نعم عباد الله، هذا المكر ما إن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقام مسيلمة الكذاب عدو الله مسيلمة يدعي النبوة ويدعي أنه هو النبي. وإذا قرأت في التاريخ
ترى العجب العجاب، ترى البلدان التي تأثرت بهذا الكذاب والبلدان التي ارتدت. ولو قرأت عن معركة اليمامة وما حصل فيها من القتال حتى قتل كثير من القراء، حتى خاف كبار الصحابة على القرآن، فرجع عمر وأشار على أبي بكر بجمع القرآن، لأن حفاظ القرآن قتل منهم الكثير. فزال ذلك المكر، ولا يزال يظهر بوجه أو بآخر، لا يزال يظهر المكر بوجه أو بآخر، لا سيما لهذه الدعوة المباركة، لهذه الدعوة السلفية التي تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح. كم مكرت بها الجهمية في زمن الإمام أحمد، وكم قتل من الأبرياء، وكم سجن من أفاضل العلماء، وكم ضرب منهم من ضرب. وقصة الإمام أحمد وما حصل له من ابن أبي دؤاد وهو يضرب حتى يكاد يغمى عليه، حتى يكاد يغمى عليه، وهم يقولون كلمة، قل قرآن مخلوق. يظن الجاهل أن هذه كلمة سهلة، هذه كلمة كفرية، إن القول بخلق القرآن قول كفري، معناه صفات الله مخلوقة، قول بقول الجهمية من التجهم ومن الإلحاد وغير ذلك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن الإمام أحمد كان يعلم جيدا مدى خطورة هذه الكلمة، كلمات يسيرة في التركيب لكنها خطيرة في المعنى. وهكذا عباد الله ربما حصل للدعوة ضعف في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان، ولكنها هذه الدعوة هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وهذا الزمن ولله الحمد قامت هذه الدعوة بقوة عظيمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود علماء أجلاء في هذا الزمن. فما إن بدأت تظهر وبقوة إلا وجعل أعداؤها يكيدون لها ويمكرون لها مكرا كبارا. فأولئك الذين مكروا لنوح ولهود ولصالح ولغيرهما أو لغيرهم من أنبياء الله ورسله، والذين مكروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين مكروا لهذه الدعوة، أعني أعداء الله من الكفار. ويطبق هذا الأمر أجندة بعضهم من المنافقين الاعتقاديين الموجودين في صفوف المسلمين، وبعضهم من المغفلين والجواسيس وأمثال ذلك. أخبرني شخص حضرمي يعيش في بلاد إفريقيا قبل حوالي 10 أو 11 عاما تقريبا، يقول لي هذا الذي حصل في دماج أنا أخبرني به شخص قبل بدئه ب20 سنة، أخبرني بتفاصيل هذا كله. قال كان شخص يمني وكان ذا منصب في الجيش، فذهب إلى بلاد أمريكا أو نحو ذلك واطلع على هذا المخطط وأخبر بهذا المخطط، إلا أنه قال لي ذاك الوقت الذي أخبرني فيه
ماذا كان المخطط؟ هل يكون مقر الرافضة في ذمار أو في صعدة؟ كانوا لم يحددوا، ثم بعد ذلك حددوا أن الموقع في صعدة، وحصل ما علمتم وما وقع. هذا الذي حصل. قبله أشياء كثيرة عجز خصوم هذه الدعوة ممن يسيرهم الكفار عن ضرب هذه الدعوة. فجمعية إحياء التراث المسمى بهذا الاسم كم حاولت أن تصرف الدعاة، وكم أرسلت من أناس إلى شيخنا الإمام الوادعي، ولكنه رفض أن يقبل منهم أي شيء إلا في ما يكون في طلب العلم وفي تمكين طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله. فلما عجزوا عنه أخذوا مجموعة من طلابه، أرسلوا إليه عبد الله السبت وهو من رؤوسه. فلما عجزوا عن شيخنا مقبل رحمه الله أخذوا 4 أو 5 من كبار طلابه آنذاك ومنوهم، منهم عبد المجيد الريمي ومحمد المهدي وعقيل المقطري ومحمد بن موسى البيضاني، وخرجوا في جمعية ويزعمون أنها على الكتاب والسنة على فهم السلف. وبقيت زمنا في حين أن هذه الجمعية في جمعية إحياء التراث هذه قد ضربت كثيرا من الدعاة في العالم الإسلامي شرقا وغربا، حتى في بلاد الكفر قد مسخت كثيرا من الدعاة بلعاعة من الدنيا قد يكون مبلغا كبيرا في نظرهم، لكن الذي تركوه أعظم وأعظم، وهو هذه الدعوة وهذا الخير. فلما عجزوا عن شيخنا مقبل رحمه الله وقام هؤلاء ودعموهم، وقام الشيخ ويعلم ويدرس، وكان في البداية يقول حزبية مغلفة، ثم قال حزبية ظاهرة، وأنكر من أنكر واستغرب من استغرب. ولكن بعد موته عليه رحمة الله قاموا وأنشأوا حزبا وسموه حزب الرشاد السلفي. ما قبل منهم أهل البدع، ما قبل منهم أولئك أن يقولوا السلفي، قالوا لا، ما السلفيون لستم سلفيين، ولكن حزب الرشاد اليمني، ولا يزال إلى اليوم هذا الحزب. فسبحان الله انكشف المستور أنهم ليسوا دعوة سلفية. قامت الدعوة ونهضت أقوى، وذهب أولئك كثير منكم لا يسمع إلا بهم إلا سماع. قامت الدعوة بقوة، أقاموا لها طائفة الحسنية أصحاب أبي الحسن المصري، وفتنة عظيمة وعرفها كثير من الناس وأخذت مجموعة كبيرة، ولكنها ذهبت وتصدى لها علماؤنا على رأسهم شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري، وذهبت كأمس الدابر. ثم أقاموا بعدها هذا الحزب البرمكي، فلما رأوا أن ذلك كله لا يضر الدعوة بل تزداد قوة أقاموا لها الرافضة. والرافضة بحمد الله لم تزدد الدعوة إلا قوة، لم تزدد الدعوة إلا قوة. ولهذا عباد الله أنا أوصي نفسي ومن يسمع سواء في هذا المكان أو في غيرها من الأمكنة أن نحافظ على هذا الخير، أن نحافظ على هذه الدعوة، فهذا والله هو عزنا، وهذا هو خيرنا. وأي عز وأي شيء يظن أن فيه مصلحة للدعوة في غير العلم والتعليم ونشر الخير وتعليم الناس فهو خل وبقي. لا تغتر بالأقاويل ولا تسمع للأراجيف. يا أيها السني أنت المقصود، أنت المقصود أن تصرف عن هذا الخير، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. والله من ترك هذا الخير
ولو يعطى ما عند قارون أنه سيندم على ذلك يوما من الدهر. ليس هنالك أغلى ولا أعظم ولا أفضل لنا من هذا الخير الذي نحن فيه، العلم والتعليم، الدعوة إلى الله، عبادة الله. ما هو أفضل من ذلك؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يحفظه أبناؤنا الصغار، هذا يأتي الجديد أول ما يحفظ أمثال هذا الحديث. فما فائدة حفظه؟ أن نسمعه في المجالس أم نعمل به؟ لا أخير منك ولا أفضل منك إلا من زاد عليك بهذا الخير. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: الكراسي هذه ما تساوي عندنا بصلة. ومرة قال بعرة من بعر الغنم. هذه ما هي أقاويل، هذه قالها عن واقع. شيخنا مقبل رحمه الله لما خرج في عام 1400 في عام 1380، يعني قبل حوالي ماذا كم في عام 1400، يعني قبل حوالي 50 سنة تقريبا، لما خرج إلى اليمن. كانت اليمن تلك الأيام مدير المدرسة ما معه أي شهادة، الذي يقرأ ويكتب يعطونه مدير مدرسة. أما الجامعات ما كان في جامعات. في بداية جامعة صنعاء، ومع ذلك أعطي رئيس جامعة صنعاء، قال لا، أعطي أن يكون وزيرا، عرضت عليه المناصب. ما كان معه طلاب كثير، ربما ما معه 5 أو 10 من الطلاب، وكان يذهب دعوة إلى حاشد وإلى صنعاء وإلى هنا وهناك، ومع ذلك لم يرضى. فقال هذه الكلمة وعرضت عليه المناصب الكبيرة، ولكنه لم يقبل بغير هذا المنصب العظيم وهذه الوظيفة العظيمة، وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام، وهي الدعوة إلى الله، دعوة بصدق وبعدل وبإنصاف، دعوة من كتاب الله وإلى كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سنة رسول الله. نعم عبد الله، لم يرضى بغير ذلك. فانظر إلى أين وصلت دعوته، إلى أين؟ منذ أكثر من 1000 عام، منذ أكثر من 1000 عام لم يوجد في اليمن وفي كثير من البلدان ما وجد وما حصل من الخير على يد شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. كان أسلافنا كانوا يهربون من المناصب وما يرضون. الإمام سفيان الثوري لقب بشيخ الإسلام، دعاه الخليفة ليجعله قاضيا فهرب منه. والله أنا أظن في نفسي أنني لست بشيء مع سفيان، لا في الدين ولا في الورع ولا في التقوى، وأظنك مثلي تظن في نفسك ذلك الظن، أنك لست بأورع من سفيان ولا بأتقى لله من سفيان. ومع ذلك ما كان عندهم ما عند القضاة اليوم من القوانين الوضعية وما أشبه ذلك، كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ولكنه كان يتذكر حديث قاض في الجنة وقاضيان في النار، فهرب من الخليفة وذهب يعمل في بعض البساتين، فعلم به بعض الناس وعرف أنه سفيان، فأراد أن يوشي به إلى الخليفة ليكون قاضيا، يخافون على أنفسهم وأن الخير الذي كانوا فيه هو خير لهم. وهكذا الأعمش لقب بالمصحف، دعي إلى القضاء فأظهر البلاهة، دخل عندهم وقال ما شاء الله هذا الفراش جيد، حتى قالوا والله هذا كيف ما يصلح قاضي، هذا ما يفهم، وهو أراد أن يتخلص منهم وما رضي. ولذلك
شيخنا يحيى حفظه الله يقول: والله لرسالة واحدة أكتبها عندي أفضل من رئاسة الجمهورية. رسالة، نعم أفضل، رسالة أو موعظة، ركعتا الفجر القبلية خير من الدنيا وما عليها. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لو استدعوك قالوا نعطيك محافظ، أنت تصلح أن تكون محافظ للبلد الفلاني، والله أنت في منزلة أرفع، أنت في منزلة أرفع فيما أنت فيه من العلم. لا ترضى أبدا، لا ترضى يا طالب العلم، فضلا أن يعطوك عسكري أو ما أشبه ذلك، فأنت في منزلة عظيمة. ترضى أن تنزل من وظيفة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الناس، يكاد لك، ينكر لك، يكاد لهذا الخير أعداء الإسلام مستعدون أن ينفقوا المليارات. وقد أخبرني شخص له خبرة يقول هم يريدون تذويب السلفيين، إما بتوظيفهم وشغلهم بالدنيا ويذوبون، وإما فأنت المقصود، أنت المقصود. نعم عبد الله، لا ترضى يا مسلم، اثبت على هذا الخير، اثبت على طلب العلم. لا نرضى أبدا ولا نتنازل عن دعوتنا وعن عقيدتنا، لا نساوم على عقيدتنا، لا نبيع دعوتنا بالمال ولو كالوا لنا بالشيول، ولو أعطونا ما أعطونا ما نحن فيه خير وأبقى. نعم عباد الله، لا يخدعوك يا طالب العلم، لا يصرفوك. أنت اليوم أقل ما فيه أنك طالب علم بادئ، يرجى غدا أن تكون من كبار علماء الأمة، من كبار علماء الأمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ترجع مثل غيرك من عوام الناس ضايع من الضائعين. هذا إذا ما جرك إلى حزبية أو إلى بدع وضلالات أو إلى وقوع في مخالفات وفي كبائر. نعم إخواني في الله، الشر يبدأ بشرارة، النار تبدأ بشرارة، وإذا بها تلتهم قرى وغابات ومدن. نعم احذر، لا تخدع بالمال ولا تخدع بالمنصب، فقد وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الخير، فعض عليه بالنواجذ، فعض عليه بالنواجذ. هذا الخير وصل إلينا بفضل الله ثم بجهود علماء من السابقين ومن اللاحقين، فكم نافح ودافع شيخنا مقبل رحمه الله وحذر من أولئك الذين أرادوا تذويب الدعوة. وتلاه شيخنا يحيى، وكان الأعداء أكثر لأن الدعوة كانت قوية، وكم دافع، وكم سقطت من الرقاب، كم سقط من الرجال ومن العلماء ومن الدعاة، كم من الأنفس أزهقت، وكم من الأموال بذلت في الدفاع عن هذا الخير. أما كفانا طلاب العلم ما حصل الأمة الإسلامية التي كانت الدولة الإسلامية تمتد إلى أصقاع الأرض شرقا، إلى الصين والهند شرقا، وإلى الأندلس غربا، فضيع المسلمون. أنت مسؤول أمام الله، أنت مسؤول، وأنت على ثغرة
من ثغور هذه الدعوة السلفية الزكية التي هي دعوة الله تعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة الحق، دعوة التوحيد، دعوة السنة، دعوة الأخوة، ودعوة التراحم، ودعوة الرفق، كل خير في هذه الدعوة. فأنت مسؤول أمام الله عز وجل، إياك أن يؤتى هذا الخير من قبله. لو كنت في مترس من المتارس تحمي ثغور المسلمين وتقف ضد الأعداء في باب من الأبواب، وحصل لك غفوة ودخل العدو من قبلك، لكان لوما وعارا عليك. كيف إذا كنت خائنا تتقاضى الأموال وتدخل الأعداء على بلاد المسلمين؟ فماذا عساهم يعطونك يا عبد الله؟ ماذا عساهم يعطونك؟ أيعطونك غير ما أعطاك الله؟ لا والله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وسأعطيك تعال، حتى يضيع في جمعية أو في حزبية أو في وظيفة من الوظائف. قال بعض السلف طلبه بعضهم أن يعطيه مالا، قال ما سألت ممن يملكه، ما سألت ممن يملكه، فكيف أسأله منك؟ لك أسوة بإخوانك ولعلك كنت منهم في دماج الذين أكلوا علف الدجاج وصبروا في البرد وفي شدة البرد وعلى شدة القصف وعلى التشويه الإعلامي. كل ذلك ما كان حماية لكنوز ولا لمناجم ذهب ولا لآبار البترول، ولكنه كان دفاعا عن هذه الدعوة. فكما دافعنا عنها بدمائنا سندافع عنها بألسنتنا، ولن نستسلم ولن نسلمها. نعم عبد الله، هذا عزك وهذا نصرك وهذا مصدر سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يا عباد الله، الرافضة أعداء الله، أعداء دين الله، الزنادقة، انظروا كيف يستميتون على باطلهم، انظروا كيف يستميتون إلى النار، يقتلون المسلمين ويقتلون وهم على باطلهم ويدافعون عن الباطل وينشرون باطلهم، ولهم تجلد في نشر عقائدهم وفي نشر باطلهم. الصوفية كذلك، الأخوان المسلمون لهم شر مستطير، يظن بعض الناس أنهم قد اختفوا عن الأنظار، والله لكثير مما يجري في الدعوة من الشر من ورائه هذا المحفل الشيطاني وهذه الطائفة الظالمة الباغية ماذا المبتدعة هؤلاء وأمثالهم. الصوفية يدافعون عن القبور، عن الشركيات، ويدافعون عنها بالسلاح وبالرجال وبغير ذلك، ونحن ولله الحمد أهل السنة أولى، وهذا حاصل في القديم وفي الحديث ولله الحمد. ولكن أيضا مزيدا هذا لمن يضعف أو يمل من الخير أو يلتفت إلى الوراء، إلى الأمام. المقسوم سيأتيك وأنت على أحسن حال، وما لم يكن من نصيبك لو اجتمع من بأقطارها فلن يعطوك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح له شواهد أيضا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم عبد الله، لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئه، المقسوم سيأتي.
سيأتي من حلال زلال صافي لا شبهة فيه ولا ريب فيه، لا شك. وإن استعجلت ربما جاءك من حرام وكان وبالا عليك، وكان ظلمات ونكبات وحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل كامل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رزق أخذ الحلال وترك الحرام. فهنيئا يا طالب العلم، احمد الله أن الله عز وجل هيأ لك ما لم يتهيأ لغيرك. كما نكرر دائما، تهيأ لنا في هذا الزمان وفي هذه الأماكن من الخير، من سبل العلم ومن وسائله ومن الأمور الميسرة لنا ولأهلينا ولأولادنا، من المعلمين ومن وسائل الراحة ومن وسائل الرزق، ما لم يجتمع في زمن من الأزمان. فمن كانت عنده القناعة فليس مثله أحد في هذه الدنيا. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن لم يقنع فأولئك الذين لهثوا وراء الأموال وتركوا هذا الخير، لا هم حصلوا الذي يؤملون ولا هم بقوا على ما كانوا عليه من الخير. فنصيحة يا طلاب العلم ويا أهل السنة الثبات على هذا الخير والاستمساك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فارفع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت تهيأ أن تكون من علماء الإسلام، تهيأ أن تكون من الفقهاء ومن الدعاة، ولعلك أنت الذي تحرر فلسطين، ولعلك أنت الذي توحد الأمة الإسلامية بكلمة واحدة، ولعلك أنت الذي تفتتح بلاد الكفر. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. الشأن أن نصدق مع الله، الشأن أن نخلص في أعمالنا لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا دنيا، وإنما نريد مرضات الله. الشأن أن نتمسك بالسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ رجال هذه الدعوة ومشايخها وطلابها رجالا ونساء. نسأله سبحانه وتعالى أن يدمر الكافرين، وأن يبور مكرهم ومخططاتهم، وأن يتوفانا ونحن مسلمين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.